عصام الحضري وكابتن شوبير ماشيين في سكة دلوقتي، سكة غريبة كده. واللي أنا شايفه إن عصام الحضري بقاله فترة كده عمال يخربش ويحوم حوالين الأهلي وتصريحات وموضوع عدم دعوته في الاستاد دون، يعني عامل له كده حاجة يعني، زي مش عايز أقول حرقان، عامل له حرقان. إنه إزاي ما أسطورة من أساطير النادي الأهلي، أنت أسطورة، كنت أسطورة من أساطير النادي الأهلي، بس وقعت، رميت نفسك من الدور العشرين، رميت نفسك من الدور العشرين، ودلوقتي حاليا لا تمثل شيء لجماهير النادي الاهلي. وجماهير النادي الاهلي مش شايفاك اصلا، ولا شايفاك بقى اسطوره ولا مش اسطوره، هي مش شايفاك اصلا. انت عايز تطلع تقول بقى انا عتريس، انا عتريس في كل القنوات، وتقول انا اسطوره غصب عن الكل، انا اسطوره غصب عن الكل. انت كنت اسطوره في عهد الاهلي، شيل فتره الاهلي، انت لا مالك في الاسطوره ولا ليك في البتاع. لو ما كنتش في الاهلي، ما كنتش لعبت في المنتخب، ما كنتش حققت 3 بطوله افريقيا، بطوله افريقيه. ما كنتش في الاهلي، ما كنتش خدت لك 26 بطولة في الاهلي. شيل دول، ولا اسطورة هيبقى زيك، زي ابو جبل، زي عبد المنصف، زي اي حارس مرمى، زي بسام، زي الزنفولي، زي اي حد. اللي عملك اسطورة الاهلي، فما تطلعش تقول في القنوات وتمشي تقعد تقول كابتن احمد شوبير ده كابتنك. كابتن احمد شوبير ده البطولة اللي كان بياخدها في زمنه باربع خمس بطولات من اللي انت خدتهم، فما تفتحش صدرك قوي. كابتن احمد شوبير والجيل دون، كابتن اسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد وحسام حسن، الجيل دون كانوا بيلعبوا في ملاعب الحفرة فيها طول دراعك، وكانوا ابطال ووصلوا كاس العالم. انت جيت في عهد رفاهية، ملاعب كويسة وتمرينات كويسة ومدرب تقيل وفلوس بتتصرف ومعسكرات وبتاع، عملت لنفسك اسم. انما كابتن احمد شوبير البطولة اللي كان بياخدها كابتن احمد شوبير والكابتن حسين السيد والكابتن نادر السيد، يعني مش على قد احمد شوبير بس، الناس بتاعت زمان البطوله اللي كانوا بياخدوها باربع خمس بطولات من دلوقتي، كانوا بيعانوا. كفايه ان انت عشان كنت تسافر بلد افريقيه كان ممكن تطلع على بلد من اوروبا عشان تاخد منها طياره تروح بلد افريقيه. دلوقتي الموضوع اتطور واتمدن، الموضوع اتطور دلوقتي عادي تاخد طيارتك تروح في اي وقت، ممكن طياره خاصه تطلع لك. فما تقارنش نفسك باحمد شوبير، لان انت لو فضلت تقارن باحمد شوبير مش هتخلص. انت ممكن تقارن في الارقام، تقول انا ارقامي اكتر من ارقام احمد، مفيش مشكله، احنا الارقام ما حدش بيعندها. انت فعلا ارقامك اعلى بكتير، ويعتبر، وانا واحد من الناس اللي مآمن بانك افضل حارس مرمى لعب كرة في مصر، بعد طبعا كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل الجيل القديم. اذا ما كنتش انت افضل بالارقام، كمان انت افضل بالارقام، مفيش اي مشكله خالص، دي حاجه الارقام ما حدش بيعندها. انما هتخش في دور عند و... ومشادات ومع جمهور الاهلي والمناوشات دي بنقص منها يا كابتن عصام، وكل عيش.